الانتر يخسر من يوفنتوس في ثالث مباريات الدوري الإيطالي أو الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. بشوف ناس كتير بتلوم على كريستيان كيفو إن هو لسه متمسك بالرسم التكتيكي بتاع سيموني إنزاجي وما قبله أنطونيو كونتي اللي هو 3-5-2 خطة 3-5-2. أنا بشوف إن الخطة ملهاش علاقة، يعني سواء الرسم التكتيكي 4-3-3 4-2-3-1 3-5-2 3-4-3، هي ملهاش علاقة أبدا بإن شكلك في الملعب عامل إزاي أو الرسم التكتيكي عامل إزاي. أهم حاجة إن أنت يكون عندك جودة عالية، وبالجودة العالية دي باللعيبة دي بتقدر إن أنت توظفها حسب أفكارك، وإن اللعيبة دي بتترجم اللي أنت بتقوله لهم، وإن هما برضو بيكون في شوية ارتجالية أو ارتجال من عندهم كحاجات فردية، يعني مهارات فردية بيقدروا إن هما يحسموا الماتش. يعني مثلا يوفنتوس من ضمن أهدافه الهدف الثاني والهدف الرابع اللي هما منتصبات من مسافة بعيدة حاجة ارتجالية، أو ممكن ده يكون حاجة من المدرب إن هو قال لهم إن هما يشوطوا على يان سومر من مسافات أو عموما إن هما يشوطوا عليه يصوبوا عليه. بشوف إن الحاجات دي ما بيبقاش لها علاقة قوي بشغل المدرب، حتى وإن كان المدرب قال لهم يكون في تصويب من خارج المنطقة. فالرسم التكتيكي بالنسبة لي ملهوش علاقة، أهم حاجة جودة اللعيبة. لو أنت رجعت ماتش أو لو اتفرجت على الماتش اللي هو كان ماتش فعلا تاريخي من الانتر ويوفنتوس في خلال 90 دقيقة بأكملها، لو رجعت الماتش أو لو شفت الماتش هتلاقي إن الانتر كان أفضل، الانتر كان مستحوذ، الانتر ضيع فرص، الانتر بعد ما كان متأخر 1-0 و2-1 بيقدر إن هو يجيب هدف تاني وتالت. ولكن اللي حصل بسبب طبعا أخطاء ساذجة في الهدف الثالث من دي ماركو ومن باستوني، فاول ملهوش لازمة وكرة اتقطعت من دي ماركو ملهاش أي لازمة، فعالجها أليساندرو باستوني بخطأ ملهوش أي 30 لازمة. ودي حاجات أنا بتكلم فيها، أو حاجات أنا دايما بقول إن ما في ساعات بيبقى كور طالما المهاجم هو مش هيصنع أي فرصة أو كرة ميتة من خارج حدود المنطقة، مش لازم إن أنت تدخل وتشد، أنت بتحيي الكرة بالنسبة له بفاول من خارج المنطقة اترفعت، خيفرن ترام طالع لوحده بيضرب الكرة لوحده. الهدف الرابع كرة من تسديدة بعيدة يان سومر بيتعامل معها بشكل سيء جدا. كذلك برضه في الهدف الثاني يلدز بيشوط الكرة برضه من مسافة بعيدة، برضه بتدخل في يان سومر. والكورتين الهدف الرابع والثاني اللي هما تصويبات من خارج المنطقة، الكرة بتيجي في ايده، كور سهلة جدا تدخل فيه. وبسببها كريستيان كيفو قرر انه هيدي الفرصة لجوزيب مارتينيز ان يكون الحارس الاساسي بداية من ماتش اياكس في دوري ابطال اوروبا يوم الاربعاء الساعة 10 بتوقيت مصر. هل انا مع القرار ده؟ طبعا انا مع القرار ده قلبا وقالبا. اللي يغلط مرة 2 3 يركن خلاص. حتى ينصر برضو عامل السن بحسه انه بقى مصوراتي زيه زي سمير هاندانوفيتش في اخر ايامه مع الانتر في اخر ماتشين في الدوري اتغلب من ماتش اودينيزي اللي انا ما اتكلمتش عنه برضو لان انا كنت زعلان جدا وما زلت برضو طبعا عشان ماتش يوفنتوس. في ماتش اودينيزي برضو الانتر بيمسك كوره، عشان الناس بتقول ان خطه 3-5-2 وحشه وسيئه، لا انا بشوفها ان هي خطه جميله جدا. كريستيان كيفو لحد الان ما حسسنيش بغياب سيموني انزاجي. يعني مع سيموني انزاجي في ال4 سنين اللي مسك فيهم سيموني انزاجي الانتر في ملعب يوفنتوس ما عملش اداء زي ده، ولا ان الانتر كان مغلوب 1-0 فانه يقدر انه يرجع في النتيجه وانه يجيب هدف واثنين وثلاثه ويكون افضل في ملعب يوفنتوس. حتى وان كان في 2022 الانتر فاز بهدف شان هالوجلو عن طريق
ضربة جزاء، بس لو حد شاف الماتش ده ساعتها الانتر ما كانش افضل حاجة نهائيا، ما كانش يستاهل الفوز. حتى الانتر لما اخد الكاس من يوفنتوس في نفس السنة 2022، بس ده كان في النهائي الكاس في ملعب الاولمبيكو، ملعب روما. انا بتكلم على ماتش يكون ما بين يوفنتوس والانتر في ملعب يوفنتوس. كريستيان كييفو في اول ماتش او اختبار حقيقي مع الانتر، لا انا بشوف ان هو راجل ادى، الراجل عمل اللي عليه. بعض التغييرات كانت غلط بخروج هاكان او بخروج دومفريز، بس انا بشوف ان هي حاجات حتى سيموني انزاجي نفسه كان بيغلط فيها. يعني سيموني انزاجي كان بيطلع اليساندرو باستوني في ماتشات ياما في اخر ربع ساعه، والانتر كان بعدها بيستقبل اهداف، وبسببها الانتر خسر السنه اللي فاتت الدوري الايطالي لصالح نابولي. هل انا واثق في كريستيان كييفو انه يقدر يعدي؟ واثق. في ماتشات ما قبل التوقف الدولي بتاع شهر اكتوبر، في ماتشات سهله هتكون على ملعبك وخارج ملعبك. انا بشوف ان الانتر لو قدر ان هو يفوز في الماتشات دي ويطلع بنتائج ايجابيه، فده هيكون كويس وهيكون عامل مهم للانتر ما قبل التوقف الدولي القادم في شهر اكتوبر. يقدر الانتر من خلاله يستعيد الثقه. الانتر فريق هو اقوى فريق في ايطاليا كعناصر، كاسماء، كلعب، كتكتيك. انا واثق ان الانتر هيقدر يرجع، ولكن بشرط التكاتف، وان الانتر يقدر يسير الماتشات الجايه من خلاله هو. يعني في الثلاث ماتشات اللي فاتوا في الدوري، حتى لو خسرت ماتشين وفزت ماتش، بس الانتر كان افضل حتى قصاد اودونيزي اللي بالنسبه لي لحد الان مش عارف افهم الانتر قصاد اودونيزي اللي هو اقل حد فيهم في الطول كان تقريبا يعني 195 سم وطالع، ده اقل حد فيهم. اللعيبه بسم الله ما شاء الله كانوا طوال جدا كلهم بسم الله ما شاء الله يعني. فالانتر يقدر يفوق من البدايه الغير جيده على مستوى النتائج، ولكنها كانت على مستوى الاداء انا مبسوط منها. يعني انا كمشجع الانتر لا انا مبسوط منها. انا شايف ان في بوادر، وشايف في تغيير، وشايف ان الانتر بيمسك كرة على المنافسين. ما زالت المشاكل الدفاعيه موجوده. هو الراجل جاي على فريق مهزوم 5-0 في نهائي دوري الابطال، يعني العامل النفسي بالنسبه للعيبه يعتبر واقع. فالراجل مطلوب منه شغل كبير. فانا واثق في كريستيان كييفو انه هيقدر يعدي المحنه او المهمه الصعبه دي خلال 3 أو 4 ماتشات الجايين. فانا مش مع الناس تاني، انا مش مع الناس اللي بتقول ان خطه 3-5-2 تتغير ل 4-3-3 او 4-2-3-1 او ايا كان بخط رباعي في الدفاع. انا مش مع كده. انا مش شايف ان الانتر متاثر بالخطه. الاهداف اللي بتيجي في الانتر بتكون اهداف الحارس بيسأل عنها بنسبة 90%. الدفاع بيكون له عامل برضه. الانتر عنده معدل اعمار عالي. اتشيربي الباشا طبعا، الباشا اتشيربي طبعا، باشا حبيبي اخويا الكبير اتشيربي طبعا هو 37 سنة في خط الدفاع، فده برضه مأثر على الفريق من الناحية الدفاعية. مانويل اكانجي في اول ماتش ليه كويس مش وحش. فانا واثق ان الانتر في الايام الجايه هيتماسك دفاعيا. بشوف ان كريستيان كييفو هيقدر ان هو يخلي الفريق افضل دفاعيا برضه مع دخول الحارس جوزيب مارتينيز الاسباني، حارس جنوا السابق. كان حارس ممتاز. الانتر اشتراه ب 15 مليون يورو. طبعا بالنسبه للانتر دي ميزانيه مثلا لنادي مثلا زي تشيلسي او انديه الدوري الانجليزي اللي بتصرف 100 مليون على لعيب. فبالنسبه لنا هنا يعني، فبالنسبه للانتر ال 15 مليون دول انهم يدفعوه في حارس او في اي لاعب عموما، دول بالنسبه للانتر او اداره الانتر دول 100 مليون. فهو جاي برقم وقدره. ما ينفعش ان هو طبعا دكه ليان سومر اللي انا على المستوى الشخصي بحبه، ولكن خلاص هو وقته انتهى، وده وقت جوزيب مارتينيز. وبس كده، سلام.